عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من يا معتقد أهلا حبيبي؟ محمد داوي، تبارك الله عليك. عندي حبيبي. أنا سني نعم. وعندي سؤال. نعم. أنا سني ولكن مع تتبعي للأحداث لم أرى الفرق بين السلفية والصهيونية، فمن فضلك فهل هما يعني شكل واحد؟ يعني مع هذا السؤال، تتبعي أنا سني، في الأصل أنا سني، هذا السؤال إلي. ولكن خلال تتبعي للأحداث الجارية فلم أجد فرقا بين السلفية والصهيونية، يعني سياسيا في الهدف، يعني في المشروع، يعني مشروع واحد هدف واحد. يعني واش أنا غلط أخي المهداوي ولا هذه الحقيقة؟ طيب سأجيبك، اسمعني للأخير. أنت لابد أن تعلم هنالك وثائق وارتباطات احتراماتي إليك مع السنة بصورة العموم مع اليهود. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد موجودة في كتاب التوراة المحرف. مثلا إن الله يرفع السماء على أصبع، موجودة في صحيح البخاري وموجودة في كتاب التوراة. الصوم في عاشر محرم الحرام عادة جاءت من اليهود إلى كتب أهل السنة. كعب الأحبار اليهودي موثق عند أهل السنة. أصدمك أقوى، عائشة زوجة النبي في كتب السنة كانت متزوجة من يهودي اسمه مطعم بن جبير كما جاءت. مهداوي هذه المعلومة كيف هذا أخي؟ والله اسمع الأخير، أدري بها صادمة. اسمع الأخير. هذه قوية مهداوي، لا هذه قوية. نعم. قوية أخي المهداوي. نعم. تذهب إلى كتاب عالم من علماء السن جبير، جاء أبو بكر فسلها من زوجها وزوجها لرسول الله. هاي في كتب السنة، والعقد على الناقل، أنا مجرد ناقل. زين. فهنالك ارتباطات تاريخية أخي المهداوي، ولكن المعروف عند السنة وانت سألتني. اسمح لي أخي المهداوي، لا هذه قوية، هذه قوية أخي المهداوي، ما تقولش هيدا قوية أخي المهداوي. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خطبها في سبعة ودخل عليها في 9 و10، يعني هي كانت طفلة صغيرة، كيف يتزوجها قبل؟ أكذوبة رميت على رسول الله. نحن عندنا الشيعة في كتبنا في مصادرنا رسول الله تزوج عائشة وهي عمرها 18 سنة. هذه أكذوبة. ولا كيف رسول الله يتزوج وحدة تلعب ألعاب، تلعب ملاعب، عمرها 6 سنوات تلعب ملاعب؟ وعندكم رواية كان يجيب لها رسول الله ملاعب وقاعدة بالحجلة. بربك تتزوج لك وحدة قاعدة بالحجلة تدفع بيها بالملاعب؟ أنت كمسلم عادي تتزوج لك وحده قاعده بعربانه مال الاطفال وتدفع بيها؟ نيه زعلانه، نيه ابح. معقوله؟ هذه قويه، هذه قويه غمداوي، هذه قويه. خلنا نطلع لك القويه، خلنا نطلع لك القويه، خلنا نطلع لك القويه. انا شوف، الله يجازيك المصدر، الله يحفظك، الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير اخي المهداوي. انا يعني انا لست في الدين، يعني افهم في الدين، ولكن انا تطرقت الى هذه المساله سياسيا اخي المهداوي. انا تتبعت الاحداث السياسيه اخي المهداوي، فوجدت يعني هدف ديال السلفيه والصهيونيه هدف واحد ومشروع واحد. الو خليني اخذ راحتي للاخير واكتبني المايك، انا راح اشرح لك كل شيء. اسمع للاخير ارجوك. داكور اكتم المايك، طقه كتم. داكور. كتموا من عندك المهداوي. طيب اخواني، احنا من نقول القضيه سياسيه، اللي ما يجي مو سياسيه، هي ظاهرها سياسيه، بس هذا تجدونه في المعتقدات، اللي الحروب اللي قاعد تصير حروب دينيه. وخير دليل ان في العهد القديم الذي في التوراة
موجود عند أهل التوراة إنهم أبناء الله على أساس وأحباء الله، ولا بد يسيطرون على العالم كله، لأن العالم في المعتقد اليهودي هو ملك لبني إسرائيل. فالقضية اليهود متمركزة في بيت المقدس، مو سياسة. بالله عليكم يا مسلمين، من هو الأجمل أستولي عليها أنا؟ الأجمل الإمارات أستولي عليها لو بيت المقدس، كجمالية، كمركز، كمادة. لو أريد أنا مثلا في المنظار أريد أمور سياسية كجمالية وكأفضل أتمركز بيها. الإمارات لو بيت المقدس المهدم، مو صحيح؟ إذن هي سالفة مو سياسية، هي سالفة دينية، لأن في بيت المقدس موجود طلاسم سليمان، هيكل سليمان، تابوت العهد اللي اليهود إذا حصلوا عليه سيثبتونهم أبناء الله وشعب الله المختار. فهي القضية قضية دينية بحت. زين، فهذا ارتباطات دينية تاريخية. الآن أنا أعرض عليك تاريخ الطبقات، حديث الطبقات الكبرى لابن سعد، يبين أن عائشة زوجة النبي كانت متزوجة. كتاب الطبقات الكبرى، خلي شوي نبعدها، خلينا نقربها. شوي الايفون مش مبيض الصورة واضحة. كتاب الطبقات الكبرى ابن سعد، الحديث هكذا يقول: خطب رسول الله عائشة إلى أبي بكر فقال: يا رسول الله، إني كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير، فدعني حتى أسلها منهم، فاستسلها منهم فطلقها فتزوجها رسول الله. هذا كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، عالم من علماء السنة. إذن أنت سألتني، نرجع لموضوعنا. إذن اليهود والسلفية، حتى معاوية حينما مات كان في رقبته صليب، ومات في كنيسة مات فيها. نخرج لكم قول علماء السنة في كعب الأحبار اليهودي، كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها، لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا ليس لله أصابع والمراد بها القدرة، فكأنه يقول اليهود خير منهم وأعرف بالله. يعني اليهود أعظم من عندنا، وأعظم من السنة المعتزلة، وأعظم من السنة الأشاعرة. من يقول الوهابية؟ لأن السنة المعتزلة يقولون أصابع الله القدرة، الوهابية يقولون لا، أصابع الله مو قدرة، واليهود يقول مثل قول الوهابية. فشو يقولون الوهابية السلفية؟ يقولون اليهود أعرف بالله من الأشاعرة السنة ومن المعتزلة ومن الشيعة. فهذا خط يهودي، هذا خط يهودي. وعندكم حديث أيضا ستقوم من علامات الساعة تتكاتفون ضدكم أنتم واليهود ضد طائفة، اللي هو من الطائفة الشيعة. فإذا الذي تفضلت به، نعم، السلفية الوهابية أذناب اليهود وذيول اليهود وصنيعة اليهود. وخير دليل القواعد المتمركزة اليوم بدول أغلبها سلفية وهابية. وأيضا سأعرض لك كلام كتاب الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، يقول وأن معاوية عفوا أعرض المصدر، كتاب التعجب للإمام ابن عثمان، يقول: واشتهر عن معاوية لم يمت إلا في عنقه صليب من ذهب له في مرضه في كنيسة يوحنا. كاتب الوحي معاوية خال المؤمنين يموت وبرقبته صليب ويموت في كنيسة يوحنا. فهذا التاريخ الذي يقول، وليس أنا.